صباح الخير والجمال على عيون اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يوم الاجازه المنتظر، يوم الاجازه بتاعي، والولاد بقى استغلوا ان النهارده اجازه عندي وقالوا لي لازم يا ماما بقى تعملي لنا محشي وظبطي الدنيا كده. تمام، عملت لهم بقى محشي كرنب وبتنجان وملوخيه وبتنجان مخلل، وعملت فراخ تحفه طلعت جميله جدا جدا. عملتها بتتبيله كده جميله قوي قوي، واتشوت من غير شوايه. بجد شوفوا شكلها عامل ازاي، زي ما يكون خارجه من تحت الشوايه، حتى ما لقيتش عليها شوايه الفرن. كان طعمها خطير. انا النهارده بقى هعمل لكم الطريقه بتاعه الفراخ ديت، وهقول لكم التتبيله بتاعتها، وان شاء الله تعجبكم. وبجد كانت جميله، حتى اللحم الابيض بتاعها من جوه كان شارب من التتبيله وكان طعمه جميل جدا. ان شاء الله تعجبكم، حلوه قوي قوي يعني. فبس قبل بقى ما نبدا الطريقه مع بعض، ما تنسيش بقى اللايك الجميل للفيديو، ولو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها وفعلي الجرس، وان شاء الله كل الوصفات هتعجبكم. يلا بقى نبدا نشوف عملنا ازاي الفراخ ديت مع بعض. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكل الفراخ قدامكم بعد ما استوى عامل ازاي؟ بجيب فرخه او اتنين، دول فرختين ماشي كده، بقطعهم وبغسلهم كويس واحطهم في ميه وملح وخل وليمون، وبسيبهم حوالي ساعتين كده، وزي ما انتم شايفين قدامكم كده. وبعد كده بقى جبت المصفى ونزلت الفراخ بالميه اللي فيها، صفيت منها الميه وغسلتها بقى بميه بقى جاريه كده من الحنفيه، عشان انزل بقى الخل اللي فيها والليمون والكلام ده، وسبتها تتصفى. غسلتها كويس جدا الاول وبعدين سبتها تتصفى. طبعا ملح الخلطه اللي احنا بنعملها ديت، الميه بالملح بالخل بالليمون دي بتخلي الفراخ البيضه ما فيهاش اي زفاره. تمام كده. بعد بقى ما بغسلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هسيبها بقى تصفي الميه بتاعتها، وابدا اعمل الخلطه اللي هي خلت الفراخ زي ما انتوا شايفينها مشويه من غير شوي. اول حاجه خالص بنجيبها فصين توم مهروسين، ومعاهم قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، شطه يعني او فلفل. وانتي لو مش عايزه تحطي عليها شطه او فلفل، بتحطي توم بس. ومعلقه خل وليمونيه، ليمونه كامله بعصرها كده. بعد كده بقى بنجهز التوابل بتاعتنا اللي هنحطها على التتبيله دي. التوابل بتاعتنا بقى عباره عن عباره عن فلفل اسمر، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كركم، كاري، شطه حمراء، ملح، وتوابل بهارات، في بهارات فراخ او 7 بهارات يعني. حطيناهم بقى كلهم على بعض كده اهو. حطيناهم على على الثوم المهروس والخل والليمون. هنقلبهم بقى كده. في بقى حاجتين اساسيتين في التتبيله دي. اول حاجه اساسيه الكاتشب، بحط معلقتين كاتشب كبار على الخلطه دي واقلبها. ده بيبقى شكلها كده. بعد ما بتتقلب بجيب بقى كمان بحط حوالي معلقتين زيت، اي نوع زيت عندك، زيت ذره، زيت عباد، اي زيت. بعد كده بقى في المعلقه الاساسيه التانية مع الكاتشب، وهي معلقه عسل اسود يا اما عسل ابيض. عندك عسل اسود او عسل ابيض، هي اللي بتدي الجلد اللون بتاع بتاع الشوي ده اهو. انا كنت حاطه قبل دي معلقه بس التصوير ما جاش، فانا حاطه معلقتين، يعني معلقتين عسل اسمر. هنقلبهم بقى كده مع بعض. ده بقى بيبقى شكلها، وده القوام بتاعها، ده التقل بتاعها يعني. بجيب بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما صفت الميه بتاعتها كلها، وببدأ بقى احطها كده قدامي كام قطعة كده، 3 4 قطع، عشان اتبلهم بالتتبيلة حبة حبة يعني اهوت. واجيب بقى التتبيلة وادهنها بالتتبيلة دي كده بقى من بره ومن جوه. طبعا الوصفات بالفراخ بتبقى كتير جدا، يعني احب اعمل وصفات بالفراخ كتير. اللحمة مبقاش ليها وصفات كتير يعني، بس بجد الوصفة دي طلعت تحفة وطعمها جميل كمان، جميل جدا جدا. طبعا انا بجيب بقى الفرشة كده، بوزع الخلطة عليهم على الفراخ كلها. وبعد كده بقى بعمل كمية الفراخ كلها، يعني حتة حتة كده لحد ما بكمل الفراخ كلها معانا.
الخلطه بتاعت اللي انا عملتها دي وبتبل بيها ما بحطهاش كلها، يعني بعمل بزياده شويه بحيث ان انا ايه اباقي شويه عشان هعوزها بعد كده، وهتشوفوا هعوزها في ايه. طبعا انت لو عامله فرخه واحده بتعملي كميه اقل، كل ايه الخلطه على قد الكميه. كده انا عملت الايه كل الفرختين اللي عندي، وحطيت عليهم بقى اغطيهم بالستريتش رول وعينها في التلاجة. طبعا اقل حاجه خالص من ساعتين ل3 ساعات. كل ما حطينا التتبيله اكتر على الفراخ بتاخد وتدي مع الفراخ وتبقى كويسه. انا لما باجي اتبل الفراخ بعملها من بالليل، بعملها من بالليل واحطها في التلاجة لحد تاني يوم الصبح. تاني يوم بقى الصبح اهوت جبت دلوقتي هجيب بصل هخرطه شرايح زي ما انتوا شايفين كده. انا مش هحط اي خضار تحت منها خالص غير بصل بس، عشان ما هتحطي التتبيله على البصل دوت هيبقى متكرمل كده وشكله جميل جدا، طعمه كمان جميل جدا. بقيت بقى التتبيله اللي كانت باقيه معانا هاخد منها معلقتين واحطهم على البصل عشان يبقى كله ايه واخد من طعم بعضه، الفراخ من البصل من التتبيله كله بطعم واحد يعني. وهقلب بقى كده اهو. البوله طبعا صغيره على البصل، حتى عمال ينط اهوت من الطبق، عمال ينط يخرج من الطبق. كده انا ايه عملت التتبيله البصل كله اهوت. هجيب بقى الصينيه اللي هحط فيها الفراخ وانزل البصل كله معانا. يعني ايه تحطي كميه بصل كويسه كتيره عشان بيبقى طعمه حلو قوي قوي يعني هتاكلوا منه لوحده كده مع الاكل يعني مع الفراخ. وبعد كده هرص الفراخ عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. دي بقى بقيه التتبيله احطها على الوش اهو، اللي كانت ايه متبله فيها الفراخ من قبلها بيوم. وهارجع تاني اغطيه بالستريتش رول واحطه في التلاجة حوالي ساعة او ساعتين بالبصل عشان ياخد ويدي مع بعضه. الموضوع مش صعب يعني انت ممكن تتخيلي ايه ده من بالليل وبعدين ساعتين الصبح وكده، لا 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 مش صعب خالص والله. يعني وانت شغاله الصبح كده تخلصي. طلعته اهوت، متحطش عليه اي ميه خالص، هو بينزل كل ميته والبصل بيخرج الميه اللي فيه. هحطه بقى على البوتاجاز شويه لحد ما يدخل على سوا زي ما انتم شايفين كده اهي، دي شكلها اهو. في بقى شويه الخلطه الباقيين هجيبهم لما الفراخ تقرب تستوي خالص، بس بدات تستوي على البوتاجاز، واروح دهنه وش الفراخ كله ببقيه الخلطه دي. هي على البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين من فوق. هدهن بقى كل الفراخ اللي في الصينيه، طبعا دوت قبل ما احطها في الفرن يعني. ده شكلها هو. شوف يعني مجرد ان انا حط عليها الخلطه بس من غير ما احطها في الفرن، شوفوا شكلها عامل ازاي بجد، يعني تتاكل كده من منظرها. وهحطها في الفرن بس من غير ما ايد شوايه ولا اي حاجه خالص، هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت. ده الاكل كله بقى اللي انا عملته لهم، وتعالوا كلوا بقى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبالهنا والشفا.